موجب سواء سالب غير الارقام يطلع الجواب 2 مو شوف الجميع حل البارح. حليت اعتمد على نفسك؟ حليته طلعت ناتج فرحت. اذا معناه ماكو شيء مستحيل، كل شيء ممكن بالحياه، النجاح والابداع واختيار الاختصاص الى اخره. والمراجعه، علما ان المراجعات تم نشرها قبل قليل في مدارسنا في مدينه العسكر تبدا من 5/4 مع انها اكو عوازات، صح ولا مو صح؟ صح. هاي 5 ايام مال عوازات سنه. زين خليكم ويانا راح امسح السبوره. لا كذا نقول 1/4 1/40 مو؟ عندنا 5/4 يعني عندنا 69 يوم. زين رقم مميز هذا. زين خليك وياي. ما يهمني نوع التكامل بقدر ما يهمني التخلص من الجذور والكسور. ما لك علاقه بالصفر 27 يا طالب العلمي. يعني التكامل محدد مو؟ عندي محرمات. المحرمات نفسها ارتكبها. طريقة الداخل الداخل الخارج. وبعدين هسه المحرم الاول جذور. المحرم الثاني عروض الاثنينات. خليك وياي. يقول هذا السؤال ابو الوزاري جاء فاثبت يساوي 14. قد يساوي 2 14. ليفت هاين سايد تكامل محدد 0.27. يجب التخلص من الجذور بطريقة الداخل. يعني مثلا انا قال بس على المقام طبعا. روح للمقام روح شو يصير؟ 2 سنة شلون صارت؟ اخذناها قبل سنتين انا حتى من المشتق. اصعد فوق. اعطاس ولا مو طاسه؟ داخل ايش قد؟ طيب جوا الجذر. جوا راح تلقى اكس 1 زائد وهذا الدكسن تماما وتماما. هذا المحرم الاول. هذا الوضوء انه بالسجاده عنده محرمات وهي الكسور. الجواب رفع المقام. ما شفت فكره بالك؟ نفسها صدقني. اصل شو احسن؟ هذا يسعد لا ما يسعد؟ يسعد مجاني؟ تكامل 0.27 اكس 1 على 3 زائدا 1 أس 1 على من؟ هذا يصعد يصير اكس سالب 2. طب هاي الاجراءات قديمه شباب. التخلص من الجذور، رفع المقام، اجراءات قديمه. راح اسولف علي. هذا قوس مرفوع من؟ قلت ليه؟ علم التوفيق. يجب ان تكون مشتقه داخل قوس موجوده خارج. لا تشتقها بعيونك. ما تجيبها مضبوطه، تشتقها ورقه وقلم. يعني هو يلحق. طلاب حتى بالوزاري تكون مشتقه. على جانب هي عدم وجودها ما قل درجه. بس وجودها يضبط لك الامور. مثلا استاذ هذا قافل ولا مقافل؟ يجب ان تكون مشتقه داخل قوس وين موجوده؟ اسهل. ما له علاقه بالقوس. علاقته بالداخل. مشتقة الداخل هو 1 على 3 اكس. هسه هاي النية اشتقاق ولا مشتقاق؟ النية مو تكامل. إذا النية اشتقاق بالزاوية هاي تقول الباص ناقص المقام. وإذا النية تكامل الباص. هسه النية شنو؟ يعني 1 ناقص 3 عيونك الحلوات تركز على المسوده ما استاذ عليه على السؤال. هي لو مو هي فيها نقص ولا ما فيها نقص؟ انت كنت نقص ولا زعل. اهم شيء حبي اكس سالب 2 على 3 شنو عوزه؟ عايزه حرامات. ولا زعل. هذا العوز وهذا مقلوب العوز. ويا شبابو المشتقه تهمل منا لحد الدكسل. هذا ايش بيه؟ حتى اللي يكسر. هذا ينزل ما ينزل؟ ينزل بالإجابة 3 ينزل. وجيب القافل جيبه. وجيب القافل ويا ضربات كاملوني. عقب ايش؟ انا موافره مشتقه. وين؟ اذا النية اهم شيء النية طلاب. اذا النية اشتقاق البسط ناقص المقام. واذا النية تكامل البسط زائد. يعني 1 زائد 2 ايش راح يصير؟ 3 على 2 على 3 على ثم نكتبها مقلوب افضل؟ نعم 3 على 2 على 2 على 3. حدود التكامل من صفر لمن؟ اكو اخبار سعيده؟ لا
لا تنكر الجميل. نعم انت ترجع جذر حتى تعوض براحتك. طلبة الافاضل، طلبة الكلية العسكرية 027 ما حد جذر، هاي اثنين برا جذر ولا مو جذر؟ جيد جدا. اطب نجور رجع لهذا يصير الجذر التكعيبي زائد واحد حصر القوس داخل عنده وسم شباب بس الداخلي وسم لا صح تكامل محدد. قبل استاذ عدي يكتب زائد سي ويطب على السؤال الثاني. هسه نعوض ولا ما نعوض؟ هو هذا الفرق الان. قوسين كبيرين بيناتهم خاف تدوخ بالتعويض. ناتج التكامل انس خبرتين مره هنا هاي دوما مدى الحياه. خاف تشتغل طلاب وامسح الاكس وعوض عنها مره ايش قد؟ 7 راح نسخط هسه 2 تكعيب مو تكعيب؟ الجذر التكعيبي زائد 1 جهه 2 جذر التكعيبي زائد 1 طب مسحت الاكس شغل مكانه 27 وين ايش قد؟ حسب لغه الارقام تمشي بسرعه تخطا بالناتج تصير بطيء ضبط الناتج. يعني مثلا يجي هناك اثنين برا ويا زلمه شنو هو الجذر التكعيبي 27 مكعب كامل مكعب 27 جبرها 3 زائد 1 قدامي 4 هذا طشت حبي الاول والاخير انت جذر التكعيب 27 ايش قد؟ 3 زائد 1 4 تعال يجيك واحد يقول لك تعال حب شعبتين هو يحب بس هنا جذر الصفر زائد 1 تتذكر بالتقريب لا اجذر العدد يلا كعب العدد او ما اكبر العدد واتورط به لا ما لك علاقه بادوات ما لك علاقه بالثلاث ها ينزل ما ينزل؟ الجذر التربيع 4 ايش قد؟ شيل من الساعات هذا ما ما لك علاقه بادوات اقصد بالادوات الاسس ما لك علاقه علاقتك بالجذر جذر الواحد 1 موجب سالب حبوي موجب سالب لا هذا اكس عندك اكس 2 تكعيب 8 2 تكعيب 8 في 2 16 ممتاز 1 تكعيب في 2 جواب رايت هاي ابو المزارع شغال خفيف مو ثقيل صدقوني يصير ثقيل اذا احنا تجاهلنا التمارين والواجبات وصرت تراكمات. يعني شخصيه السؤال بدلت الموجب بالسالب وبدلت هاي بهاي يطلع الجواب 2 شو يطلع الجواب؟